مساء الخير صحابي وصحباتي وكل اللي معايا على القناة، وحشتوني جدا جدا. النهاردة صاحية بقى البرد انا والاولاد كلنا. انتوا شايفين الجو عامل ازاي ومش مستقر خالص. وزورنا بقى، بصوا مش قادرين حتى ناكل اي حاجة. كان عندي بقى جزراية وكوسية وشوية خضار كده، حطيتهم كلهم على بعض، قطعت بسلة وقلت اعمل شوربة خضار. طب الشوربة بتاعتي دي يا جماعة عايزة اقول لكم حصري وعندي انا بس بالشعرية. ازاي؟ هتحمري شوية شعرية وتركنيهم على جنب، وهتقطعي الخضار اللي عندك في البيت كله هتحطيه على بعضه معاهم، وحدتين مرقة دجاج لان انا ما كانش عندي شوربة، والبصلاية. هنقطع بصلاية عادية جدا. طيب هنجيب الحلة بتاعتنا ونحط عليها شوية زيت يتقدحوا. سهل خالص اهو، مفيش اي كلام. وافضل اقلب فيها في البصلايه بتاعتنا النهارده يا جماعه هتتحمر شويه، مش هتبقى نيه، لا هتتحمر شويه. يلا انا مش هرمكم من اي حاجه بقى اهو. وقبل ما اكمل لكم ادعوكم للاشتراك للقناه لو اول مره تشوفوني. يوميات كف القمر، ولايكات يا جماعه، متنسوش اللايكات. طب احنا البصلايه بتاعتنا على النار اهيت، لسه هي بادئه في الاحمرار. طبعا هي دلوقتي خلاص احمرت شويه، قمت حاطه بقيه الشعريه لان الشعريه ما كانتش متحمره قوي. فايه هكمل السوا بتاعها في قلب البصل الاتنين مع بعض. شوح 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 كده بقى على ما اظن هي بدات تحمر صح كده. ننزل بقى بالخضره بتاعتنا، الخضار كله بقى، كل اللي عندنا قلبتهم تقلبتين معاهم. طبعا احنا بنحطش توابل كتير، احنا بنحط يا جماعه الكمون وشويه الملح. بس الملح ايه يعني، راعوا ان احنا معانا ايه، انتوا عارفين ان في مرقه دجاج، فراعوا ايه. وبكده نكون خلصنا، هنسيبهم بقى ياخدوا ويدوا مع بعض ونكون خلصنا. وهي دي الاكله بتاعتنا النهارده. وقبل ما اقفل معاكم ادعوكم للاشتراك للقناه. باي باي.